يا جماعة، مصر والسعودية خلاص جابوا آخرهم والبرهان بيلعب بالنار. احنا داخلين على لحظة الرصاصة الأولى اللي هتغير كل حاجة في البحر الأحمر والمنطقة كلها. القصة بدأت بزلازل عسكرية حقيقية في السودان. الجيش السوداني نفذ أكبر وأضخم اجتياح بري شامل من شهور، وسحق خطوط إمداد الدعم السريع في ولايات شمال وجنوب كردفان ودارفور، لدرجة إنه دمر مجموعات قتالية كاملة واستولى على عربات زيرو. الهجوم ده كان مختلف لأنه كان مدعوم بتقنيات حرب إلكترونية وتشويش من دول صديقة خلت طائرات ومسيرات الطرف الثاني تقع زي الدبان. بس في عز الفرحة بالنصر حصلت الصدمة اللي خلت السيسي وبن سلمان في حالة غضب عارم. وفد من الحرس الثوري الإيراني وصل سرا لمدينة بور سودان وقابل البرهان ومعاه قادة إخوان السودان المصنفين إرهابيين عند أمريكا. إيران بتساوم البرهان على قاعدة عسكرية في منطقة أسيب على البحر الأحمر، ومعاها قاعدة روسية كمان عشان يعملوا جسر نفوذ بيحاصر مصر والسعودية عيني عينك. الرياض ما كدبتش خبر وفورا لغت صفقات سلاح ب1.5 مليار كانت رايحة للسودان، لأن السعودية مش هتقبل إن ضفتها الغربية الحجاز ومكة والمدينة تبقى تحت رحمة صواريخ ومسيرات إيرانية من قلب السودان. أما مصر فكان ردها زلزال. مفيش قواعد إيرانية ولا تركية على البحر الأحمر، وأي قاعدة هتتبني مصر هتضربها فوراً. إيران عايزة تحول البحر الأحمر لساحة حرب عشان تقفل باب المندب وتخنق قناة السويس، وبكده تحول أهم ممر ملاحي في العالم لحمامة سباحة، وتعطل مليارات الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية للقناة. البرهان بيلعب لعبة حرب الوكالة بين الكبار، وناسي إن مصر مش هتسمح للسودان يبقى لبنان تانية. ولو لازم الأمر مصر هتطلق رصاصتها الأولى عشان تحسم التهديد ده في يوم واحد. تفتكروا البرهان هيلحق يرجع عن فخ الملالي قبل فوات الأوان، ولا المنطقة هتولع؟